عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احنا متابعين؟ اخباركم ايه؟ حصريا مسلسل جعفر العمدة واحداث جديدة مش هتلاقوها غير هنا ان شاء الله. طبعا بعد ما شفنا الاحداث اللي حصلت وجواز وداد من شوقي والاحداث اللي حصلت وكلنا استغربنا ازاي اتجوزته وهي لسه مرات سيد، وطبعا عائلة جعفر كلها استغربت الموضوع ده كله. ونزل سيد لوداد وقال لها ازاي تتجوزيني وانت لسه مراتي واتجوزت غيري؟ قالت له ان انا خلعتك يا سيد من 7 شهور، وكله طبعا استغرب ازاي. وهنعرف في الاحداث اللي بعد كده ازاي وداد خلعت سيد، وده عن طريق انها رفعت قضية وادت للمحكمة عنوان مختلف عن العنوان بتاع سيد، واتفقت مع المحضر واستلمته هي العنوان، وبكده اتطلقت من سيد. بعد كده طبعا بنيجي في الصباحية والاحداث اللي حصلت ان هي بتضايق سيد وكده، وشوقي معاها وفرحان ان هم علموا على عائلة جعفر. وطبعا كمان بعد اللي احنا عرفناه قبل كده في الحلقة اللي قبل كده اللي حابب يرجع لها، ان عايدة كانت متفقة مع كارم ومع شوقي علشان خاطر تنتقم لابوها وموته في السجن. بعد كده بقى شوقي بيرجع جعفر وبيمسك شوقي يضربه ويعلم عليه، وبيبقوا زعلانين جدا عائلة شوقي. وفتح الله بيقول لهم انا قلت لكم ان جعفر لما يرجع مش هيسكت ليكم. وده الاحداث الجديده طبعا والتوقعات الجديده. وكارم بيبقى زعلان جدا جدا ازاي ان هو اتضرب من شوقي من جعفر، وازاي ان هو يخليه يتضرب ويعلم عليه. وامه طبعا زعلانه جدا جدا وتقول له ده انا ما لحقتش افرح، ده انا مش عارفه ابص ولا ور وش لصفيه. طبعا ده كل الاحداث الجديده والمتوقعه في الاحداث القادمه. وبنيجي بقى لوداد والمشهد اللي احنا كلنا نيجي بعد كده بقى لشوقي ووداد والمشهد اللي احنا كلنا مستنيينه ومنتظرينه، واللي هو الانتقام من وداد علشان نجيب حق سيد، اللي هو عن طريق شوقي. ازاي بقى هيقول لها ان بيتكلموا ازاي ان تخلي جعفر يضربك وازاي يبهدلك كده ويعلم عليك المنطقه كلها، وده ما ينفعش وانت مش راجل والكلام ده كله. بيقول لها بقى في الوقت ده ان بعد طبعا ما وداد كانت كتبت البيوتي سنتر باسم شوقي وخدت كل اللي عندها، قال لها كده انا اخدت كل اللي انا عايزه، وانا كنت بس واخده كده كوسيله لحد ما اعلم على اهل جعفر، وانت ما تلزميش وانت رخيصه وانا ما امنش على نفسي معاكي. انت عشتي مع سيد 7 شهور في الحرام وانا ما ضمنتكيش، انت ممكن تعملي زي ما عملتي مع سيد. وبيطلقها وبرميها في الشارع، وبكده بيكون انتقم كمان من وداد وخد حقه. وطبعا احنا ده اللي احنا عايزينه طبعا، ان احنا كلنا زعلانين علشان سيد. وداد كده كانت تستحق اكتر من كده. بعد كده طبعا وداد بترجع بقى لابوها وبتقول له انت، بيقول لها شفتي اخرتها، انت اترميتي في الشارع وفضحتينا. وبيجي نعيم ويضربها بالقلم ويقول لها يا فجره يا رخيصه يا اللي رخصتينا وخليتينا مش عارفين نعمل ايه، شوف بنتك اللي ربيتها وشوف تربيتك فيها. ابوها واقف بيعاتبها بيقول لها شايفه وصلتينا لفين يا وداد؟ عملتي ايه؟ خليتي راسي في الطين انا واخوكي وعريتينا وخلعتي جوزك اللي كان بيحبك وقايد لك صواب والعشرة شمع، دي اخرتك يا بنتي. قالت له انتوا اللي عملتوا فيا كده لما غصبتوني اتجوز سيد وانا ما بحبوش. ودي الاحداث اللي احنا دي اخرة الرخيص. يروح الايام اللي جايه او في الحلقات اللي جايه. يا رب تكون عجبتكم، واتمنى منكم لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا من مسلسل جعفر العمدة.